من مين او من شو قربك الصوت الحلو؟ من مين قربني الصوت الحلو؟ او من شو بالحياة صوتك؟ لشو قربني؟ قربني للعالم، قربني لمحبة العالم، قربني لذاتي، قربني. المغنى بخليك تحس بكل شيء، يعني بتصير شفاف لدرجة بتحس فيها. عم نحكي المغنى مش المغنى اللي بس المظاهر يعني. فقربني لكتير للوجدانية، لأشياء كتير يعني قربني إياها. عم نحكي عن المغنى بالصوت مش بالصورة. أكيد المغنى بالصوت، لأنه كلنا بنحب الصوت والصورة، ما في حدا ما بيحب يكون في كاريزما بالصورة، بس الصوت كتير حلو. انت عم تحضر، انت عم بتغني، انت كتير مهم كتير. امتى تعرفتي على صوتك او اكتشفتيه مثل ما بيقولوا؟ من عمر 7 سنين. كنت دايما لما غني يقولوا لي بالبيت ما تغني خلص، دايما غني 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 على طول، اطوشهم انه ما معقول يا عمي ما عندك شغله لتغني. بالسبع 8 سنين كنت دايما احط اغاني شاديه، صباح، ورده، كلهم وقعد رددهم. هلا وصلت لل10 سنين بالمدرسه صاروا يختاروني، عرفت كيف اخر السنه تمثل تغني كذا. من هون حسيت، بس دائما يقولوا لي اهلي لا صوتك مش حلو، طب ما يكبروا لي الفكره براسي، وبعدين بال14 حسيت انه مزبوط. اكثر صوت بالطبيعه بتحبيه؟ الشجر لما بالهوا بحركه، الصفصاف بيقولوا له بفتكر، او لما بيجي هوا ايه صوت الصفصاف اكثر شيء مزبوط، بصير يرندح هيك، من اجمل ما بيطربني، بيكون كثير كثير حلو بيكون. جبليه طبعك؟ جدا جبل جدا. بحب الجبل وعمرت هلا بالجبل. بحب التراب، اول شتويه تشت عليه شم ريحته. بحب اقطف زهور بين ايدي، بحب امشي بالطبيعه، بحب الزيز لما بيطلع صوت، بيطلع صوت بيغني بالصيفيه وبالشتاء. خبروني قصته ما كنت عارفه قصته. نعم. فكتير بحب الطبيعه، يعني حتى بايام لما بالصيفيه في قمر لما بيضرب، بتعرف لما بيفتحوا المي على البساتين او على الاشياء، بكون القمر طالع بيضرب على المي، بيعطي لون مش طبيعي، فكتير بحب الطبيعه. غنيتي للجبل او جبلي او؟ اكيد غنيت كثير. غنيت كثير. لا عن جديد. عن جديد هلا في غنية حلوة كثير، بس بعد ما نزلت عم نحضرها لتنزل. شو موالك بالحياة؟ بالحياة موالي ازرع المحبة، ساعد قد ما فيي، العمر قصير كثير، قد ما في اعمل محبة وخير وكون سعيدة واستفيد من الحياة اللي انا عايشة فيها بالعطاء، ان كان بحياتي الفنية او بعطائي باي شيء ما اتباخل. لانه ايام ببتسم لما بلاقي ناس كثير مكمشين بهالدنيا واخدين بوز ومظاهر هيك، مفكرين انه رح يضلوا صغار، رح يضلوا حلوين، رح يضلوا كل الدنيا يعني دوار، رح يقلب كل شيء. فقد ايه فينا نستفيد من العطاء ومن الحب ونعيش حياتنا بكل فصولها. بيكون بنت الحرب حضرتك، لما شفتي مشهد الدمار الهائل بالضاحية الجنوبية وشفناك عم تتجولي، شو المشاعر هيك؟ شو الافكار اللي خطرت ببالك؟ بدي اقول لك شيء بدك تبتسم عليه. لما نزلت دغري ثاني نهار او ثالث نهار عند انتهاء الحرب ورحت على الضاحيه، تفرجت وشفت، كنت مندهشه بشكل مش طبيعي، لانه شفت بنيات بال 10 12 طوابق نازلين. كنت متخيله طبقين او 3، يعني ما كنت متخيله بهالدمار يعني. بس لما فتت لجوا ولقيت هالناس عم تستقبلني بحب، واللي عم بيحضر ليرجع يعمر، واللي رايح بيتين 3 بس مبتسم، واللي كأنه يعني في قوة مش طبيعية جبارة. صرت بين منذهلة وبين مبسوطة وبين زعلانة. عرفت كيف؟ كان عندي شيء صورة بشعة. أول شيء أكيد بشعة جدا، لأنه شغلة ولا أبشع من هيك بالعالم في حدا. فكنت كثير مندهشة كثير حزينة. بس قوة الناس الموجودة أو قوة الشعب اللبناني، أنا بقول ما في بجبروته أبدا. لما توقفي على المراية شو بتقولي لحالك؟ إذا كنت مبسوطة بقول شو حلو يا باسكال. إذا كنت زعلانة بقول ثقيلي يا باسكال. وإذا كنت عندي شيء بدي حققه بقعد بتأمل على المراية، هيك بصير قاعدة بتأمل حالي شو بدي أعمل. مرايتك شو بتقلك؟ بتقلي خليكي ببساطتك وبعفويتك وبطبيعتك، وما تطلعي كثير علي بالمراية. حلوة مثل ما أنت، ما كثير تهتمي للمراية. بتظلمك ولا بتنصفك الصورة؟
ما بعرف، انا بحس تنصفني، بس في كثير ناس بيقولوا لي ايام تظلمني، يمكن بيقولوا لي انت على الحقيقه يمكن اضعف، يمكن احلى، في ناس بيقولوا لي لا احلى بالصور، حسب كل واحد شو عم بيشوفه بالصوره. يمكن الكلمة الحلوة حلوة على السمع. ما في احلى منها، في احلى منها توعى الصبح تسمع كلمه حلوه، في احلى منها تنام وتسمع كلمه حلوه، في احلى تسمع كومبليمون حلوه بشغلك، بفنك، بابتسامته للواحد. احلى شيء الكلمه الحلوه. ممكن تكون كلمة حلوة إذا مش طالعة من القلب. بتبين اذا احتيال او بتبين اذا صادقه، بتبين. انا بحسها مش حلوه، لا اكيد اذا مش طالعه من القلب بدها تكون مش عفويه. امتى قلبك بدق؟ هلا عم بدق ولا كنت متت زي اكيد ولا ما كنت موجوده معك؟ بدق عرفتي على اي دقة؟ بدق بدق بكثير اشياء. بدق قبل ما اطلع على المسرح وجمهورنا، بدق لما اكون انزل على المسرح وناس سعيده بنجاحي، بدق قبل ما ينزل البوم جديد، اغنيه، عمل، خوف شو قوي الكون. بدق لما بشوف الحبيب، بدق لما بشوف ناس بحبهم. كثير بقلبي بدق، خايفاني على دقات ويصير شيء معي بعدين. سلامة قلبك. ميرسي. لما تغمضي عيونك بتشوفي؟ كثير 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 يعني بشوف، بس دايما بشوف الاشياء الحلوه. ما بعرف اذا هذا الله نعم علي فيه، يعني انا بعز الحرب بشوف الاشياء الحلوه، بشوف السلام، بشوف ما بعرف، دايما بحب اشوف الاشياء حلوه. بعيون مين بتشوفيها اكثر شيء حلو؟ بعيون الاطفال، اكثر شيء الاطفال. بحس انه لما بتطلع بعيونهم في كل شيء هيك عم بيبرق نظيف. كثير بشوف بالطفل. شو هي الأمومة؟ الأمومة عطاء، أكثر عطاء بالحياة. يعني الأم اللي بتعطيه ما حدا بيعطيه بكل شيء بتعطي، يعني يمكن من روحها ومن تعبها ومن جسدها ومن حبها، وبتضلها لآخر رمق هي عم تعطي. يعني أجمل ما في هدية الكون هي الأمومة، هي الأم. تقدري تفهمي أمك مزبوط من دون ما تعيشي التجربة؟ بفتكر فهمتها، بس ما رح افهم اكثر واكثر. الخوف اللي بتخافوا علينا، هي بنقول لي لا ما بدها هالقد لك يا ماما، او يمكن ما رح احسه الا لما تصير ام وينعم علي الله لحس بالامومه اكثر، مثل ما الام بتحسها. الخوف اللي بيضلوا على الام، اكلت شربوا او يكون صار شيء معه ارتيف، هذا ما بتحسه الا ما تصير ام. مين اكثر ابداعا بالحياه برايك، الذكوره ولا الانوثه؟ صعب سؤالك شوي هيدا، لانه في اقول لك الاثنين. لانه لما اذا بدنا نحكي اول ما الله خلق العالم، خلق ادم وحضرت مسيو ادم جاب له حواء كمان. يعني في يقول الاثنين مثل بعضهم. هلا الانوثه الطاغيه اكيد عند الامراه، و الاثنين. شو هي الانوثه؟ الانوثه انا باعتقادي مش الجمال بس ابدا، نفكر انه الانوثه الجمال ابدا. الانوثه هي الحكي بكتير صوت منخفض. الأنوثة العطاء، الحب، الحنان. الأنوثة ضلها تحس المرأة إنه هي مرأة، ما تكون رجال بعمرها لو شو ما وصلت لمراكز، بس هي أنثى، هي بحاجة لكتف رجل لحدها، هي بحاجة لدفء الرجل. الرجل رجل والامرأة امرأة. يعني أنا عندي الأنوثة، الأمومة، الأنوثة، كل شيء الأنوثة.